الحاجات اللي خلصت مني في شهر فبراير وحلوه ولا لا، وممكن اكررها تاني ولا لا. جماعه هو مش بيبقى فيديو واحد، بينزل على كذا فيديو، فميك شور ان انتوا تتفرجوا على كل الاجزاء. اول حاجه غسول فيشي اللي هو نورماديرم اللي فيه ساليسيليك اسيد، بحبه جدا بس مش هكرره، ليه بديل عامه يعني. احلى غسول فيتامين سي، الغسول فعلا اللي ينفع ان احنا نقول عليه غسول فيتامين سي هو الغسول ده من نوفاجين سي، ممتاز وبيدي نضاره للوش، اكيد هكرره. مايسيلر ووتر ستارفيل هي الوحيده اللوكال اللي انا جربتها، بحبها جدا واكيد هكررها تاني، عندي منها اصلا تاني. شاور جel كير اند مور ده بالبيريز وميه الورد، حلو جدا جدا، حبيته جدا. انا كنت جايباه من نون بس من فتره كبيره جدا، واستخدمته وخلصته تحفه بصراحه. شامبو سوافورت من لابوتين ناتشورال، خطير، اتكلمت عنه كتير جدا جدا واحب ان انا اكرره طبعا. سبراي علاج التساقط من سوافورت، احنا دخلنا في منتجات الشعر مش عارفه ما خدتش بالي ازاي، تحفه 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 تحفه، مخلصاه من اول الشهر، يجنن، من احلى السبرايز المصريه اللي انا جربتها بصراحه لعلاج تساقط الشعر، اكيد هكرره تاني. السبراي ده من جليس زي ليف ان كده، روعه، عايز ريفيو لوحده اصلا، روحوا بارت 2 عشان تشوفوا الباقي. ده الجزء التاني من الحاجات اللي انا خلصتها في شهر فبراير، لو ما شفتيش الجزء الاول روحي شوفيه واستني الجزء التاني. مرطب ديرماتيك للجسم والوجه لو انت بشرتك جافه، اللي هو الديلي مويستشر، واضح انا بحبه قد ايه، خطير وهكرره تاني طبعا. كريم التفتيح من ستارفيل، بحب استخدمه كمرطب وحاجة تفتح على المفاصل بتاعة الجسم، وممكن في sensitive areas، مش احسن حاجة في التفتيح بس هو لطيف جدا ان يبقى في الروتين بتاعك. انا مش عارفة اعمل ايه في الطرحة علشان تثبت كده، المهم ده الجل المرطب بتاع أليجون، حلو جدا جدا للبشرات الجافة، خطير، هكرره وانصحكم بيه لو انت عايزه مرطب للبشره الدهنيه. السيكا بلاست من لاروش بوزيه، بحبه جدا، الفورميولا الجديده حاسه انها مش عجباني، يعني مع الاستخدام حاسه انها بتفرول قوي قوي قوي، بس طبعا هو يعني هو تحفه. كريم القدم باليوريا من باليا، حلو جدا جدا، اكيد هكرره. بلسم تيتالو الانتي هير لوس، حلو جدا 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 لو انت شعرك ضعيف وبيقع منك في الدش، عايزه تستخدمي بلسم يكون خفيف وبيرطب. كريم الشعر او الليف ان بتاع تيتالو ده يا جماعه ضد التساقط، تحفه تحفه، ترطيب ومنع هيشان، خطير خطير. الجزء الثالث والاخير من الحاجات اللي انا خلصتها في شهر فبراير، يا رب الطرحه تتعاون معايا بس عشان انا يعني خلاص. اول حاجه ماسك الشعر بتاع لفن، تحفه تحفه، بيرطب بيغذي، خطير، تستخدميه على شعرك قبل ما تاخدي شاور، تستخدميه طبعا كهير ماسك تقعدي بيه ربع ساعه، او تستخدميه كده كرنس في الشاور، خطير. ماسك شعر تاني برضو من كافيه ميمي، ده يا جماعة تحفتين، 3 4 5 6 7، جبت منه اصلا كده كده عشان يفضل عندي قبل ما يخلصوا، خطير يا جماعة، ده اصلا بيحفز نمو الشعر، بجد تحفة. كريم الايد من كافيه ميمي حلو جدا، منتجات كافيه ميمي كلها تحفة. الكريم النهاري بالحماية من الشمس من كليو، حلو برضو جدا واحب ان انا اكرره. كلينزنج بالم كلينت زيرو، طبعا اكيد تحفة بس هو بقى غالي قوي. سيرم فلوريش جود باي بيمبلز، اتكلمت عنه كتير جدا جدا واكيد هكرره وانصحكم بيه لو انتوا بتعانوا من الحبوب. واخر حاجه الشاي بتاع الجمال بتاع النضاره اللي فيه بيوتين وفيه فيتامينز كتيره جدا، اللي هو من ميفولس، حبيته جدا واحب ان انا طبعا اكرره ويكون جزء كده من يومي لانه بجد تحفه. لو عندك اي سؤال سيبولي تحت في الكومنتس، ولو ما شفتيش الجزئين اللي فاتوا روحي شوفيهم لاني بدي ريفيوز عن منتجات كتيره في الفيديوز دي.